السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده إن شاء الله هنعمل مع بعض حاجة حلوة سهلة جدًا وسريعة، مش هتوقّفِك كتير في المطبخ، وبجد من أحلى وصفات الحلو اللي ممكن تعمليها. هنعمل مع بعض فطيرة بجد تحفة جدًا، وكمان سهلة جدًا ومورقة كده زي ما إحنا شايفين كده، كمان بتتباع غالية جدًا في محلات الحلواني. مش هتصدقي هي معمولة من إيه؟ هنعملها من الجلاش. كل اللي هتجيبيه بس كده لفة جلاش، وهتعملي بيه أحلى فطيرة أو أحلى حلو، أحلى عشا كمان. زي ما إحنا شايفين كده مورقة جدًا. جبت بقى صينية الأول دهنتها بشوية من الزيت أو السمنة، جبت معايا لفة جلاش، وجبت كمان سمنة. سيحت كده حوالي نص كوباية من السمنة أو كوباية، وبدأت أرص الجلاش زي ما إحنا شايفين كده. حطيت الأول في الصينية واحدة كده من تحت، وبعدين باحط بقى ورقة الجلاش، باحط نصها جوه ونصها بره زي ما إحنا شايفين كده. باخلص بقى كده كل الكمية بنفس الطريقة. نص الورقة بيكون جوه ونصها بيكون بره، بس بين كل طبقة وطبقة لازم ندهن كده شوية من السمنة حلوين، عشان هي كده اللي هتورق معاكي الفطيرة وهتخليها بجد حلوة قوي. هخلص كده بقى كل لفة الجلاش معايا بالشكل ده. هسيب بس كده في الآخر حوالي ورقة أو ورقتين، وبعدين بقى بنقفل الجلاش زي ما احنا شايفين كده. وكل ما نقفل طبقة بندهنها برضو بشوية من السمنة. الخطوة دي مهمة جدا عشان يورق معاكي. هخلص بقى كل الفطيرة زي ما احنا شايفين كده. ممكن كمان في الوقت ده بتضيفي كمان حشوة في النص، في نص الفطيرة، أو ممكن تعمليها سادة زي ما عملتها كده. خلصت كده بقى كل ورق الجلاش بدهنه كمان شوية من السمنة، وآخر ورقتين زي ما احنا شايفين كده بحطها بقى كده فوق الوش، بسوي بيها كده وش الفطيرة، وكمان بدهنها بشوية من السمنة عشان كده تاخد لون ذهبي في الفرن. وخلاص كده بتكون خلصت معانا الفطيرة. بدخلها بقى على فرن يكون سخن، درجة الحرارة بتكون عالية، مش بتاخد وقت خالص، يدوب كده بتاخد لون كده من الجوانب أو بتحمر كده من الجوانب. في الوقت ده بقى بشغل عليها الشواية، وخلاص كده الفطيرة بتكون جاهزة معانا. أول ما بتطلع من الفرن بسقيها بلبن أو حليب. اللبن ده أنا ضايفاله شوية من السكر، يعني لبن كده محلى. اللبن بيكون مغلي أو سخن، والفطيرة كمان بتكون سخنة. بتلاقيها كده اتشربت اللبن. اللبن بقى حسب ما تحبي بقى تزودي أو تقللي. أنا حطيت كده حوالي كوباية، وبعدين بقى رشيت عليها كده في الآخر شوية كده من السكر البودر، زي كده الفطيرة الجاهزة طبعا اللي بتتباع في المحلات. وبجد نفس طعمها ويمكن كمان أحلى بكتير. حطيتها بقى كده في طبق للتقديم. هزود كمان عليها شوية كده من السكر البودرة طبعا حسب بقى الرغبة. وبجد شكلها بالظبط زي الفطيرة اللي بتتباع جاهزة في المحلات، كمان أحسن بكتير وكمان أوفر بكتير. وكمان حاجة نضيفة بقى عاملاها بإيدك. قطعت كده حتة منها زي ما احنا شايفين كده، بجد مورقة جدا من جوه، وده طبعا عشان السمنة اللي ضفناها كده بين طبقات الجلاش. بتضيفي بقى كده وقت التقديم شوية بقى من السكر البودرة كده وشوية كمان من اللبن. بجد بتكون حلوة جدا. ممكن تقطعيها بقى كده على شكل مثلثات، أو ممكن كمان على شكل كده مربعات. بجد جميلة جدا ما شاء الله، مورقة جدا من جوه، وطعمها كمان حلو قوي. يعني أسهل حلو ممكن تعمليه، وبجد نتيجته مضمونة قوي. يعني أي حد مش بيعرف يعمل حلويات لو عمل بجد الوصفة دي هتنجح معاه، وهتكون من أحلى الوصفات اللي ممكن يعملها. تقدميها بقى جنب كوباية شاي بحليب للعشاء أو للفطار. وده كده كان حلو النهاردة، السهل البسيط السريع الكمان طعمه حلو جدا وتحفة، كمان اقتصادي، ما كلفناش حاجة خالص غير بس لفة الجلاش، والسمنة طبعا موجودة في البيت. أتمنى بقى تجربوا الطريقة وبجد هتعجبكم إن شاء الله. وبكده نكون قدمنا غدا وعشاء أو حلو للنهاردة. أفكار بسيطة، يعني لو محتارة كده في الغدا أو الفطار أو العشاء اعملي الوصفات دي وإن شاء الله هتعجبك. ما تنسيش بقى لايك للفيديو لو عجبك، ما تنسيش تشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك إشعار بأي فيديو جديد. واستنوني في فيديوهات جديدة إن شاء الله. أسيبكم في رعاية الله. سلام عليكم.